من الوصفات اللي بحب اعملها قوي هو الشيش طاووق، سهل كده وما بياخدش وقت في تحضيره، وكمان ممكن يتاكل بكذا طريقه. وعلشان ننجز فيه اكتر فحبيت استخدم الشيش طاووق من سو جود، اوراق مخليه متبله جاهزه على التسويه على طول، وبتجيلكوا حجمها كبير علشان لو مش حابين تحطوها في ستيكس. بس لو هتحطوها ممكن تعملوا زيي وتبداوا تقطعوها لقطع صغيره زي كده. وبعد كده هنبدا نقطع الخضار، قطعت بصل وفلفل الوان وفلفل رومي وطماطم، هنحطهم كده في اي طبق غويط شويه علشان نبدا نتبلهم. هنتبلهم بملح وفلفل وبابريكا وشويه زيت زيتون. بحب اتبل الخضار علشان يبقى ليه طعم كده بعد ما يستوي. وبعد كده هنجيب الستيكس ونحط فيها الخضار والشيش طاووق بالترتيب اللي تحبوه. ممكن نسويهم على النار من فوق او حطوهم على شبكه او على صينيه زي ما عملت كده ودخلوهم الفرن، وفي اقل من نص ساعه بيبقى الشيش طاووق استوى. ممكن تعملوا جنبهم شويه رز او مكرونه، ممكن تاكلوهم بالعيش مثلا مع بصل بالسماق وطحينه زي ما تحبوا. والاهم بقى ان الفراخ طلعت طريه جدا وتتبيلتها خطيره، ومع ذلك ما خدتش مننا اي وقت او مجهود.